كم أعشق طمع جمهور النادي الأهلي، أكتر جمهور في العالم، أكتر من ريال مدريد اللي أنا باشجعه كمان، طماعين جدًا. مش عاجبه عموتة اللي بيكسب بقى له ماتشين لمجرد بس إنه كان خسران الماتش الأول، عمل ريمونتادا والماتش ده كسبان من غير استحواذ كامل. أنا فاهمك والله مش ضدك وخليك معايا هافهمك قصدي كويس أوي في الآخر. فاهم إنك بتشجع نادي من وأنت عيل صغير شايفه الهيمنة التامة على كل فرق الدوري وفرق أفريقيا، ما ينفعش يخرج باستحواذ 52% بس، ما ينفعش النادي الأهلي يسدد 7 تسديدات على المرمى ويلمس الكورة 20 مرة بس في البوكس. كل ده مفهوم، ولكن معلش ما تزعلش مني، أنت جاي من إيه؟ ما بني على باطل فهو باطل. حضرتك جاي من موسم صفري بأداء وحش جدًا، ما فيش أي أساس مسنود عليه. الراجل أنا شايفه بيعمل اللي عليه، ما بيندفعش، كده أي حاجة هيعملها هتكون جديدة بالنسبة له، فالراجل بيشوف أنسب طريقة لحد دلوقتي. كل الماتشات التحضيرية في الأغلب ما كانتش بتتذاع، فالراجل أكيد كان بيجرب حاجات كتير، فأكيد لازم محتاج يطبقها جوه الماتشات الرسمية. فاهم برضه إن ملوش مبررات ومعاه لعيبة بكواليتي محترم جدا وعامل صفقات كتير، ولكن اللي بيتبني صح هو اللي بيكمل وبيستمر لفترة طويلة، خصوصا لو فترة البناء بتجيب لك 3 نقط ومكسب. حتى لو أداء مش مقنع بالنسبة لك، مع إني شايفه مقنع جدا، ولكنه لسه ما بقاش السيطرة التامة على أي خصم قدامك، كأنه ب3 نقط وكلين شيت هو محترم جدا. معلش انا جديد شويه على الدوري المصري، فلقطه زي دي لسه مش قادر استوعب ان هي عدت عادي وضاعت عادي كده، لحد ما شفت اللقطه دي كوره وانفراد خبطت في العارضه رجعت للاعب والجول فاضي شاطها بره الملعب اصلا. انا ما استوعبتش لدرجه ان انا بعتها لواحد صاحبي وهو بيتفرج على الدوري المصري بس، قال لي دي متعه الايجيبشن ليج فوقتها فهمت.